الاهلي، انت الهداف التاريخي للزمالك في ماتشات الاهلي، ماتشات القمه. ماتشات القمه. بتشوف ده ازاي دلوقتي وانت قاعد كده بره النادي ومش موجود في نادي الزمالك ويعني مش عارف ازاي اقول لك ان في ناس حباك جدا وفي ناس مش حابه جمال حمزه ونسيت كل اللي انت عملته مع الزمالك، بيفتكروا الشهرين اللي قعدتهم في الاهلي. بتشوفوا ده ازاي يا جمال؟ والله بص، هو يعني مبدئيا ما فيش حد يعني يعني الناس كلها بتحبه او الناس كلها بتكرهه. هتلاقي طبعا في أكيد. ناس يعني الناس ده وضع طبيعي، يعني حاجه ما بتزعلنيش يعني. انما الاغلبيه الحمد لله الجمهور كله بيحبني سواء هنا او هنا. انا طبعا الناس كلها عارفه ان انا منتمي لنادي الزمالك، وان وانا 8 سنين جوه نادي الزمالك. فزي ما انت بتقول كده شهر او ما كملش شهر حتى الانتقال بتاعي، فما يعني ما اثرش عليا. ندمان على الشهر ده ان انت رحت يا جمال؟ بعديها طبعا اكيد. يعني لو ما كنتش رحت الشهر ده كان زمانك في نادي الزمالك ممكن ترجع تاني كلعيب او كمدرب او كمسؤول او كحاجه ولا؟ مش شرط يعني، مش شرط بالنسبه لي. انما هي كانت تجربه مش موفقه او اختيار مش موفق بالنسبه لي. ما اعتقدش ان زي ما انت بتقول كده ان في ناس نسيت او ناس يعني عايزه تتجاهل تاريخي مع نادي الزمالك. لا صعب. ما اعتقدش يعني الموضوع هيبقى صعب. بس في ناس ماسكه في الشهر ده يا جماعه، في ناس ماسكه لا في دي الشهر مشكلتهم هم بقى، مش مشكلتي، ماليش دعوه. لا يعني بيقول لك سايب الزمالك يعني في ناس ماسكه في الشهر ده ولسه كل اللي انت جبته ده الاجوان دي كلها وان انت كنت سبب فرحه الجمهور ده كله في ماتشات كتيره جدا، هداف النادي فترات كبيره جدا. يعني مش هتقدر ان انت تمحي التاريخ او الريكورد اللي انا عامله، اللي انت بتقوله ان هو 7 اجوان، ان انا الهداف التاريخي في مباراه القمه بالنسبه لنادي الزمالك. صعب يعني. كل ما هيجي الماتشات او كل ما هيجي في مباراه زمالك واهلي دلوقتي هيعيدوا الاجوان كلها بتاعتي. يعني الموضوع هيبقى صعب ان هو يتنسي يعني. وانت بتلعب في الزمالك كنت متوقع انك تبقى انت الهداف التاريخي في ماتشات الاهلي والزمالك؟ لا خالص طبعا، لا خالص.